ابني يا دكتور عنده 10 سنين بيصوم معانا، ووقت الفطار كلنا بناكل ونفضل نزعق معاه عشان ياكل، مش بيرضى ونفسه مسدودة وهو نحيف جدا. على فكره الموضوع ده ملاحظ كتير برضو، ان في اطفال كتيره بتبقى عندهم حته النحافه، وبتلاقي اهاليهم بيبتدوا ان هم يضغطوا عليهم في موضوع الاكل. فانا اول حاجه بقول له ما تضغطش عليه في موضوع الاكل، سيبه براحته. يعني هو ده عنده مشكله تانية، اللي هي شهيته اصلا مقفوله، ما بياكلش. فبالتالي وعايز ياكل حاجات صغيره يسد بيها جوعه، يعني بيبقى ممكن تلاقيه طبيعة بياكل. الجسم كمان كده. فتلاقيه بياكل حاجات بسيطه كده، نقنقه كده، بس ايه يسد الجوع، ولكن هو ما عندوش شهيه. فبقول له لا، انت انسب حاجه ليك هناخد اعشاب اسمها بايولين. البايولين دي عباره عن باكت كده زي التي باك، بنحطه في ميه سخنه، ويبتدي ان هو يتشرب، الطفل ان هو يشربه. ده بيقدر ان هو يفتح له الشهيه بتاعته، فتلاقيه عايز ياكل هو من نفسه من غير ما نضغط عليه. لان دايما الطفل عنده حته العند عاليه شويه. فلما هديله الاعشاب ديت بايولين، يقدر ان هو يفتح شهيته، يقدر ان هو يساعده كتير جدا ان هو ياكل. وهتلاقيه بياكل اكلات هو اصلا ما كانش بياكلها. يعني هتلاقيه مثلا ما بيحبش اللحمه، هتلاقيه رايح عايز ياكل لحمه. هتلاقيه ما بيحبش خضار، رايح عايز ياكل خضار. هتلاقيه ما بياكلش حاجات فيها بروتين زي الاسماك والجمبري، هتلاقيه رايح نفسه مفتوحه عايز ياكل. فدي ممتازه جدا بالنسبه للاطفال.